أنا عارفة إن كتير مننا بيحب يستخدم الزيوت الطبيعية علشان طبعًا فوايدها للشعر، وفعلًا هي بتجيب نتيجة حلوة عن تجربة، بس هنا بقى بتيجي المشكلة، لإننا ساعات بنشتري الزيوت دي وبنحطها على فروة راسنا على طول من غير ما نخففها بزيت ناقل أو حامل. وهاي يا حلوين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، أنا علياء ودي اليوتيوب channel بتاعتي. الفيديو ده يا بنات مهم جدًا عشان هنتكلم عن أخطاء بنعملها كلنا أو مش بناخد بالنا منها وإحنا بنستخدم الزيوت الطبيعية. الأخطاء دي ممكن تضر شعرنا أكتر ما تفيده. في الفيديو ده هنتكلم عن المشكلة دي، هنتكلم يعني إيه أصلًا زيت ناقل أو حامل، ويعني إيه زيت أساسي pure أو طبيعي. بسرعة قبل ما نبدأ في الفيديو هاتي حاجة تشربيها علشان تستمتعي وأنتِ بتتفرجي على الفيديو، وعشان تكوني مركزة أوي لأن فيديو النهارده برضه مهم جدًا. وقبل ما نخش على الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تبعتوا الفيديو لأصحابكم عشان يستفادوا، واكتبوا لي تحت في الكومنتات إيه أكتر الحاجات اللي واجهتكم وأنتم بتعملوا حمام الزيت بتاعكم. ويالّا نبدأ الفيديو. عارفة إنِّك لمّا تجيبي زيت زي ده كده حجم الإزازة 30 مِللي وتبدئي إن أنتِ تطبّقيه على فروة راسِك على طول كحمام زيت بدون ما تخفّفيه، ده ممكن يعمل إيه في فروة راسِك؟ أول حاجة ممكن يعمل لِك التهاب وتهيُّج في فروة الراس، وبالتالي لمّا فروة راسِك تكون متهيّجة ده ممكن يخلّي الشعر يتساقط. تالت حاجة ودي الأهم، إن هو ممكن يعمل لِك حبوب وكمان قشرة في فروة راسِك. طيب ده بسبب إيه؟ بسبب إن الزيت بيكون خام أو مُركّز أو زيت زي ما بيكون مكتوب على بعض العلب إن هو معصور على البارد أو طبيعي 100%. زي ما قُلت لكم حجم العبوة بيكون صغير أوي، في الغالب بتكون 30 مِللي أو 15 مِللي، فبالتالي دي بتكون زيوت خام مش مسموح إن هي تتحط كده زي ما هي على فروة الراس على طول. طيب إيه أنواع الزيوت الخام اللي بتكون تقيلة؟ أمثلة للزيوت الخام زي زيت الروزماري أو إكليل الجبل، زيت النعناع، زيت اللافندر، وزيت شجرة الشاي. كمان هاحط لكم هنا لو في أي زيوت نسيت إن أنا أذكرها لكم دلوقتي، هتلاقوا أسامي الزيوت حاطاها لكم هنا في بوكس. الجزء التاني بقى وهو يعني إيه زيت ناقل. طيب يا علياء برضه أنتِ عرفتينا يعني إيه زيت خام، وإن أنتِ عرفتينا إن هو لازم يتخفف وما يتحطش كده على فروة الراس دايركت. طيب نعمل إيه؟ في حاجة اسمها زيت ناقل أو زيت حامل. إيه هو الزيت الناقل ده أو الحامل؟ ببساطة الزيت الناقل أو الحامل بنحطه علشان نخفف من قوام الزيت الأساسي. يعني باخفف بيه ببساطة جدًا الزيت الأساسي، باحط كمية من ده وكمية من ده علشان يخفف لي أو يقلل لي من قوة الزيت الأساسي أو الزيت الخام بتاعي. أمثلة كمان للزيت الناقل برضه هاحط لكم هنا أسمائهم. الزيوت الناقلة زي اللوز الحلو، زي الأرجان، زي زيت جوز الهند، زي زيت الزيتون، زي زيت الأفوكادو، وزيت جنين القمح، وزيت بذور العنب. الزيوت دي قوامها بيكون خفيف جدًا، تقدري إن أنتِ تخففي بيها الزيت الأساسي بتاعِك وتستخدميه على فروة راسِك كحمام زيت بشكل آمن جدًا. ندخل دلوقتي على الكمية الصح وإزاي أخفف الزيت الأساسي أو الزيت الخام ده بزيت ناقل أو زيت حامل. بُصّوا، في الأول هافهّمكم قاعدة كده امشوا عليها مع أي زيت خام، وهي كل معلقة كبيرة من زيت ناقل، أنا استخدمت دلوقتي اللوز الحلو، على كل معلقة كبيرة من زيت حامل أو ناقل هتستخدمي فوقيه من 10 ل15 نقطة من الزيت الأساسي اللي هو الزيت الخام. يعني بمنتهى السهولة الزيت الخام هنحط منه 10 أو 15 نقطة بس على معلقة كبيرة من الزيت الناقل أو الحامل ده. كده هتوازني الموضوع وهيبقى عندك زيت مناسب تستخدميه على فروة راسك عادي جدًا، عن طريق إن إحنا خففنا الزيت الأساسي أو الزيت خام بزيت ناقل، زيت قوامه خفيف، فبالتالي الزيت ده بقى مناسب إن أنتم تحطوه على فروة راس. وطبعًا الكمية تقدروا تزودوها وتقللوها على حسب ما أنتم عايزين. جينا للجزء الرابع والجزء ده هاقول لكم فيه حاجات لازم تاخدوا بالكم منها وأنتم بتشتروا الزيوت بتاعتكم علشان ما تتغشوش. أول حاجة إن الزيت الخام بتاعكم بييجي في إزازة لونها بيكون غامق، غالبًا يعني بتكون غامقة مش فاتحة، وده بيحافظ لِك على جودتها لأكتر فترة ممكنة. تاني حاجة وهي إنِّك تاخدي بالِك إن الزيت يكون مكتوب عليه pure 100% أو زيت خام أو يكون مكتوب عليه إن هو زيت خام مش متخفف. لازم تكوني متأكدة إن هو مش متخفف وإن أنتِ هتخففيه، أو إن هو متخفف جاهز وتشتريه متخفف جاهز، لإن في بعض الشركات بيبيعوا الزيوت التقيلة زي الروزماري والنعناع واللافندر بيبيعوها أصلًا متخففة جاهزة. بالتالي يا إما تشتريها متخففة يا إما تتأكدي إن هي مش متخففة وتخففيها بنفسِك في البيت.
أهم نقطة خدي بالِك منها إنِّك تشتري الزيوت دايمًا من مصادر موثوقة أو شركات موثوقة بتبيع الزيوت فعلًا تكون أصلية ما تكونش مغشوشة، يا ريت، يا ريت، يا ريت نبعد تمامًا عن العطّار اللي بيعمل لنا تركيبة فيها زيوت ونستخدمها على شعرنا على طول، لإن العطّارين بالذات أكتر ناس بيغشّوا الزيوت، وبرضه أنتِ بتحطّي حاجة على فروة راسِك وعايزة منها نتيجة كويسة، فبالتالي الأفضل إن أنتِ تجيبي من شركات كويسة، عندِك امتنان، عندِك حراز، عندِك الحواج، عندِك كمان نفرتاري، عندِك شركات زيوت كتير جدًا، جدًا، والأسعار متفاوتة، يعني الحواج باجيب منه زيوت حلوة أوي وسعرها رخيص جدًا، يعني على حسب ميزانيتِك هتلاقي الشركة المناسبة ليكِ. عملت الفيديو ده قبل ما أعمل لكم الفيديو بتاع حمامات الزيت وحمامات الكريم اللي باعملها كل أسبوع وكل شهر، علشان بس تكونوا عارفين في الفيديو الجاي وأنا باتكلم عن الزيوت اللي هتتحط على فروة الراس، والزيوت اللي هتتحط على الشعر، والزيوت اللي نقدر نحطها على شعرنا بعد الشاور مش بس كحمام زيت، فإن شاء الله الفيديو اللي جاي هاكلمكم عن حمام الزيت بالتفصيل إن شاء الله، والحاجات اللي بتساعد على إنبات الشعر، والحاجات اللي بتساعد على التطويل، كمان هاكلمكم عن تركيبة الزيوت اللي باعملها لنفسي وباستمر عليها وشايفة منها نتيجة تحفة، وبالمناسبة أنا بقى لي سنتين تقريبًا باستخدم حمامات زيت لشعري كل أسبوع، والنتيجة بجد تحفة، تحفة، تحفة. استنوا الفيديو اللي جاي إن شاء الله مش هاتأخر عليكم، وبس كده، ده كان فيديو النهارده، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تستنوا الفيديو اللي جاي، فاعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس، ابعتوا الفيديو لأصحابكم عشان يستفادوا معاكم، كمان ما تنسوش اللايك وباي.